ريال مدريد على حافة الانفجار، ومورينيو يعود لإعادة كتابة القواعد داخل غرفة الملابس. بدأت القصة داخل ريال مدريد بهدوء، لكن خلف الكواليس كان هناك شيء أكبر يتكون خطوة بعد خطوة. تسريبات الصحافة الإسبانية تتحدث عن مشروع داخلي جديد عنوانه الصرامة وإعادة الهيبة لغرفة الملابس، بعد شعور واضح بأن الفريق فقد جزءا من شخصيته القديمة. السبب الأول للقلق داخل النادي واضح: رحيل كروس ومودريتش وناتشو ترك فراغا كبيرا في القيادة، ليس فقط على مستوى الأداء بل داخل غرفة الملابس أيضا. وأصبح الفريق يعتمد على نجوم هجوم كبار لكن بدون صوت قيادي حقيقي في اللحظات الصعبة. هنا بدأت الإدارة تفكر في الحل: إعادة بناء الهيكل القيادي داخل الفريق، مع ترشيح كورتوا وميليتاو لقيادة المرحلة القادمة بسبب شخصيتهما القوية داخل المجموعة. لكن هذا وحده لا يكفي في مشروع بحجم ريال مدريد. وفجأة الاسم الذي غير كل شيء: جوزيه مورينيو، المدرب الذي لا يؤمن بالهدوء بل بإعادة تشكيل كل شيء من الصفر. انضباط، صرامة، وصدام مباشر مع أي نجم خارج النظام. لكن القنبلة الحقيقية داخل الملعب توتر خفي بين مبابي وفينيسيوس بدأ يظهر في بعض اللقطات، مع صراع صامت على من يقود الهجوم. ومع مطالب مالية جديدة بدأ القلق يتصاعد داخل الإدارة. ريال مدريد الآن أمام لحظة خطيرة: إما إعادة السيطرة بالكامل أو انفجار داخلي قد يغير كل شيء.